قاموسك في جيبك، جوزك معاكي، اللي تقولك اخرجي بره القاموس ده قطعيها. قاموسك لفهم الراجل الشرقي. نازل في القاموس انه بيهتم بادق تفاصيل حلوه في شكلك في فتره الخطوبه. بعد الجواز الحاجات دي بتختفي وتنسيها بقى وتصلي على النبي. زي ما الست بتبقى عايزه ورد يا ابراهيم، برضه هو بيبقى عايز مساحه شخصيه وتسيبيه يخرج مع اصحابه. الست بتعرف تفوق بنسبه 100% بعد الصحيان. هو بيبقى محتاج ساعه 2-3 عقبال ما يفهم هو احنا فين اصلا. يوم الجمعه يعني اجازه. اجازه دي بالنسبه له يعني اجازه من الخروج ومن الفسح ومن الكلام كمان. الراجل في الماديات ما بيحبش الاوامر، فاديله واحده هو اللي مأكلنا هو اللي مشربنا والدنيا كلها هتمشي زي الفل. التقليب في ريموت التلفزيون من غير هدف دي مش رخامه منه، ده نوع من انواع الفصلان والرخامه برضه. طالما اتفقتوا على حاجه هو هيعملها يبقى سيبيه يعملها بطريقته، بلاش التاتش بتاعك. عصافير بطنه بتفضل عصافير طول ما هو مش جعان، اول ما بيجوعوا بيقلبوا غربان، فالحقيه بالجرعه بسرعه. اغلب الوقت انت بتحاولي تغيري علاقتكم للاحسن، اما هو غالبا ما بيتحركش غير لما يحس ان المركب خلاص بتغرق. يعني مش مقياس لو هو مكبر دماغه ان هو ما بيحبكيش. وبرده ما تنسيش تراجعي قاموسك من بيج محو الاميه الزوجيه. الرجاله اللي بتنجز وبتصلح اي حاجه بايظه في البيت دول انقرضوا من السبعينات. هتيجي بعد سنه تفكريه انت لسه ما صلحتهاش، اقول لك يا بقى وانا كل سنه هقول حاضر. وده ليه بقى؟ لان الراجل محتاج يتبرمج. فانت البسي له شخصيه الاتش ار اللي معاه في الشغل وقولي له اخر ميعاد لتسليم الحاجه دي اليوم الفلاني، وكل يوم قبل اليوم ده فكريه انك محتاجه يصلح الحاجه دي. السؤال اللي لما بيتسالوا وبيجاوبوا فيه كلهم نفس الاجابه العبقريه الطويله: تاكل ايه؟ اي حاجه. فاساليه وهو بياكل على ايه الاكل اللي هياكله بكره، ساعتها بيبقى فاكر كل انواع الاكل، بعد كده بينسى اسمه اصلا. الرجاله الخناق بيبدا معاهم بالصوت العالي، فاول ما يلاقيكي بتصرخي مع العيال بيعرف انك ناويه تتخانقي معاه. ما بيحبش المقدمات، يعني لو عايزه تتكلمي معاه ادخلي في الموضوع على طول، ولما تقولي الملخص ساعتها ممكن يسمع التفاصيل. لما يكون واقف بيدفع للكاشير ما تتكلميش في اي حاجه، لانه ساعتها بيبقى عنده ازمه قلبيه وسكر وضغط من كل الفلوس اللي لسه دافعها. اغلب الرجاله ما بتعتذرش بالكلام، هتلاقيه بيرجع يتكلم وكأن مفيش حاجه حصلت، او يجيب اي حاجه في البيت. ساعتها تقبلي الموقف وعديه، ولما الدنيا تهدى ابقي قولي انا زعلت من 1 2 3. الرجاله ما بتتكلمش لا قبل الاكل ولا بعد الاكل ولا يوم الاجازه، وانت بتتكلمي مع اصحابك كل كلامك اسئله: جبت الفستان ده منين، وجبتيه امتى، وجبتيه من فين. هو بالنسبه له اي اسئله بيشوفها كانك التحقيق اللي بيحصل له كل يوم في الشغل، فحاولي تقللي من اسئلتك شويه. الراجل بالنسبه له بيته مصدر راحه، فاول ما يدخل نسيبه يرتاح شويه، بعد كده ننكد عليه براحتك. اي تغيير في مكان المحفظه او الموبايل او الساعه بتاعته يبقى انت كده اعلنتي الحرب العالميه الثالثه عليك. ده قاموس الراجل الشرقي. المره الجايه هنتكلم عن قاموس الزوجه الشرقيه. سلام عليكم.